الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تتشاءم وأنت المؤمن؟ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أشد ما ابتليت به هذه الأمة، لا سيما في هذه الظروف التي تمر عليها من غلاء وبلاء ووباء وتكالب الأعداء، دخول النقص في أعز ما لديها في عقيدتها وثوابتها. نعم، اليوم بأمس الحاجة إلى العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، اليوم بأمس الحاجة لتدبر قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولنبر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي عن ابن عباس: الأمور مقدرة بتقدير الله عز وجل، ولحكمة أرادها مولانا عز وجل أكفى علينا ما قدر، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، علينا أن نأخذ بالأسباب المشروعة لرفع الغلاء والبلاء والوباء والتصدي لكيد الأعداء. ثم بعد ذلك لنكن من المتفائلين لا من المتشائمين. كيف تتشاءم وأنت المؤمن؟ يا عباد الله، تتشاءم وأنت تقرأ قول الله عز وجل في حادثة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حادثة الإفك، وما أدراك ما حادثة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كيف تتشاءم من مكر الآخرين وربك عز وجل يقول في كتاب العزيز مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل مكرهم بر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل كيف تتشاءم وأنت تلتزم قول الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولا تكن لمكر الماكرين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. كيف تتشاءم من الظروف والأحداث والابتلاءات والكروب وأنت تقرأ قول الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. يا عباد الله، علموا الإصلاح مع الله، علموا لكونة مع الله تعالى، فمن كان الله تعالى معه كان هو المتفائل ولو ضاقت عليه الأرض بما رحبت. كيف لا يكون هذا وقد أعطانا الله تعالى سورتين في كتاب العزيز لنستعين بهما. الأولى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه عندما تبعهم فرعون بجنوده وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. الثانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الصديق يوم الحجر أو يوم الهجرة، وعندما وصل
طلبوا إلى الغار قال ابن الصديق رضي الله عنه لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال حبيب صلى الله عليه وسلم ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وقال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.